السلام عليكم. بسم الله نبدأ. حقيقي ما كانش في حساباتي ان انا اسجل حاجه النهارده، حقيقي ما كانش في حساباتي ان اتكلم عن اي ماتش، ولكن النهارده في مباراه بتجمع ما بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب افريقي، مباراه الذهاب في نهائي دوري السوبر الافريقي، البطوله الجديده الناشئه لاول مره. القصه وما فيها ان دي مش كوره. انا شفت من 2 مدربين شباب، سواء الكابتن عادل رمزي لفريق الوداد المغربي او مكوينة لفريق صن داونز. انا شفت فكر الشباب، انا شفت عادل رمزي شغال ازاي وشفت مكوينة شغال ازاي. الاتنين قدموا كوره ولا اجمل ولا افضل ولا اروع من كده، وده سبب ان انا طلعت على طول واقول كلمتين. رقم واحد، الوداد بدأ ضاغط قوي وعامل استرتش وضغط عالي من قدام، الا ان فريق صن داونز مصر على الخروج بالكوره والبساط الشورت والطلوع بيها من رجل لرجل من تحت لفوق. ايه ده؟ انا ما شفتش لعيب في فريق صن داونز يتقال عليه لعيب وحش. ما شفتش لاعب ما بيلعبش بالكعب، باستثناء حارس المرمى ويليامز، هو اللي ناقص الوحيد انه يبدا الهجمه مع الفريق بالكعب. ما شفتش لعيب ما بيلعبش شورت باص، ما شفتش لعيب بيباصي كور عاليه الا في ايه او امتى، دي هنقولها حالا. بس انا ما شفتش لعيب بيطرش كوره بالطريقه اللي بنشوفها في الدوري المصري، ما شفتش لعيب بيشتت، لا، هادي راسي، شورت باص قليل قصير. تحركات اللعيبه من بعد خط الظهر، انا ما شفتش لعيب بيلعب في مكان وتقدر تحدد مكانه. اللعيبه فيه مركزيه، في تحركات كتير في قلب الملعب، في تدوير لنفسهم من غير كوره، بالاضافه لتدوير الكوره بينهم وبين بعض، وما عندوش يأس ابدا انه يرجع بالكوره لورا ويبدا بيها من جديد. ولكن اللي شد انتباهي وعجبني قوي هو فريق صن داونز وطريقه لعبه امام الاهلي، وانه خنق الجبهات للنادي الاهلي. هو عارف ان النادي الاهلي بيعتمد في طريقه لعبه، ومستر كولر بيعتمد في طريقه لعبه على الجبهات. خنق له الجبهات، قفل له الجبهات، لدرجه ان كولر في ماتش مصر هنا لعب ب3 في كل جبهه. يعني كان بيلعب ناحيه اليمين بالاثنين الاساسيين اللي هو اكرم توفيق وبيرسي تاو، وكان حاطط ناحيتهم كمان ديانج. الجهه الثانيه كان حسين الشحات وتحت منه علي معلول، وكان حاطط ناحيتهم مروان عطيه. ومع ذلك صن داونز قفل لك الجبهات، لغى لك الجبهات. طب ايه المشكله في كده؟ المشكله ان صن داونز النهارده مكوينة دارس الوداد، قاري الوداد، النهارده ساب له الجبهات الى حد ما، ولكن خنق له نص الملعب. التحرك الطولي والاسترتش الطولي والاختراق من العمق قفله له. ده مش كده وبس، ده قدام الاهلي كمان لما حب ياخد منك نص الملعب في نهايه المباراه، نزل لك اللاعب رقم 8 اللي اول ما نزل مسك نص الملعب، شكرا لاستحواذ بقى لصن داونز من جديد. ايه ده؟ الراجل ده مكوينة هتكلم عنه، لان انا بصراحه يعني انا عايز ابقى من مشجعين صن داونز. عايز اتكلم عنه في حاجات كتير قوي. رقم 1، هو بيدرس الفريق المنافس. رقم 2، هو ما بيحضرلكش سيناريو يواجهك بيه، هو بيحضر سيناريو و2 و3 و4 في حاله ما انت تغير طريقه اللعب لكذا هعمل كذا. بس هو بيبدا معاك ب 3 4 3، يستحوذ تبقى 3 3 3 1 او 3 3 4. تمام؟ تبص تلاقي 2 من على الجناب و2 داخلين منطقه الجزاء ويعملوا خلخله في خط الدفاع، زائد بقى البساط اللي هي ما بينهم وما بين بعض، الوان تو هات والشورت باص اللي يعملوه، بيشتتوا اي دفاع. لا 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 لا، فرقه صن داونز دي عايزه فيديو 6 ساعات تقعد تتكلم عنهم. ده مش كده وبس، ده الوداد النهارده عايز له 6 ساعات هو كمان. عادل رمزي قرا صن داونز وقرا الفرقه، وبدا يعتمد في طريقه لعبه ان هو يناغش بالشوط من بعيد، والهدف الثاني جه من شوطه. بدأ في الشوط الثاني برضه يناغش ان هو ياخد من نص الملعب من صن داونز، وان هو يدور الكرة كتير في نص الملعب لحد ما يبدأ يفتت الفريق او الدفاع اللي ما بيتفتتش خاصة كيكانا واللاعب رقم 25 اللي هو ناحية اليمين اللي هو الباك اليمين. الاثنين دول ما بيتفتتوش، الاثنين دول ما فيش حد بيعدي منهم، الاثنين دول ما فيش حد قادر عليهم. معلومة عن صن داونز لعب البطولة دي ما دخلش فيه ولا جول، ما دخلش فيه ولا جول. ما فيش فرقة قدرت تجيب فيه جول، مفيش فرقه قدرت تعدي خط دفاعه.
انا كنت متاكد ان اضعف واحد فيهم هو ويليامز، ولكن هو افضل لاعب بيبدا هجمه من تحت وبيلعب برجله مميز جدا 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 مع الفرقه دي ويليامز. ولكن هو على مستوى انك تشوط عليه من بعيد وتفاجئه كل شويه بشوطه بشوطه بشوطه، لا هيتعب منك ويقع منك. هو لعيب اضعف ما في الفرقه يعني. الجون الوحيد اللي جه في سان داونز في الشوط الاولاني هي كره من ناحيه اليمين، قدر لاعب الوداد ياخدها ويرقص واحد واثنين وثلاثه جوه منطقه الجزاء ويلعبها عرضيه علشان مدافع سان داونز يحطها في نفسه. هدف بالنيران الصديقه، مجهود ذاتي للاعب الوداد ولكن مساعده من مدافع سان داونز. القصه ان الجون الثاني هو الجون اللي جه عن طريق الشوطه، والمفروض ان الوداد او عادل رمزي كان يكثف اللعيبه اللي بتشوط كتير. يعني كان المفروض نزلته نجم اديله تعليمات بدل ما ياخد الكره ويتحرك بيها على الجناب، لا اديله تعليمات ان هو يشوط. ونجم حتى بيشوط كويس، حمدي الهوني لما نزل حمدي الهوني بيشوط كويس اديله. وطبعا الحظ ما اسعفش صامو في كوره عملها عرضيه اتلعبت واتشاطت من على بوز منطقه الجزاء، راحت في العارضه لويليامز ما جاتش جون. الحظ ما ساعدش فريق الوداد في الكوره دي بصراحه. لو كانت جت والنتيجه بقت 3-1 كنا نقدر نقول ان الوداد قدر يحط رجله اليمين في البطوله النهائيه، وكان ماتش جنوب افريقيا كان هيبقى اسهل عليه. ولكن برضه تيجي تشوف التحول اللي عمله مكوينه لما خسر 1-0 في الشوط الاولاني، قدر يتحول بشكل عجيب في الشوط الثاني وضغط الوداد ضغطه. فريق فجأة بقى ستريتش ضاغط لقدام، الكرة تتلعب تيجي كورنر، تروح كورنر من الجهة الثانية، تيجي كورنر من الجهة الثانية، بعد كده فاول على منطقة ال 18 من ناحية اليمين، تدخل جوه منطقة الجزاء، تتشاط، تيجي في ايد مدافع على الوداد ضربة جزاء. فريق ما بيستسلمش، فريق ما فيش حاجة اسمها أرض، ما فيش حاجة اسمها جمهور. ده بمناسبة الجمهور، الفريق ده قدر يمتص الوداد المغربي ويمتص الجمهور اول 20 دقيقه ويسوق المباراه بالشكل اللي هو عايزها. الفرقه تلعب بالشكل اللي هو عايزها، تضغط لحد فين استخلص منك، انا اخد الكره وارجعها وادورها واطلعها من اول وجديد. فريق اكبر نادي الوداد على طريقه لعب معينه هو عايزها، هو عايزك تعمل كده. انا اسيب لك الكره في انهي منطقه وتعمل بيها ايه، ما تتعداش المنطقه دي، بتعديها او بتوصل لحدودها بيبدا يهاجمك بشراسه علشان يستخلص منك الكوره. الناس دي بتلعب كوره سلسه جدا. اللي عايز يستمتع بالكوره حالا اتفرج على الدوري السعودي واتفرج على صن داونز. هي دي الناس اللي بتقدم كوره، كوره للمتعه، الكوره للجماهير. يعني الكوره للمتعه والمتعه للجماهير. ما بنشوفش الكلام ده في مصر. احنا بنشوف في مصر سباب وخناق وعراك وكور بالونيه طوليه وحاجات غريبه. حتى المدافع اللي بيجي يطلع كوره ما بيعرفش يطلع كوره، ده بيشتت بتخش في نفسه جول. لا يا جماعه، لا 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 لا، الوداد وصن داونز قدموا مباراه جميله جدا 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 جدا، تليق بنهائي افريقيا، تليق باول مباراه نهائيه في البطوله دي.